روان، ايه الاخبار؟ الحمد لله. انتي الاخبار؟ تمام الحمد لله. ايه اكلة روان المفضلة؟ السمك، اي حاجه بتعوم في البحر وفسيخ ورنجه، 3. ايه العادة اللي روان بتحب تعملها كل يوم والناس ما تعرفهاش عنها؟ اقعد مع نفسي ما اسمعش بشر خالص. ايه اكتر موقف محرج حصل مع روان؟ كتير ما بعدش يا جماعه. موقف واحد. لا كتير. حاجة حصلت. يعني مثلا ممكن وقعت مره وانا ماشيه في الشارع بكامل رونقي كده والناس وانا عصام وقمت واقعه في الشارع وسط شباب. في دي حد بقى في مفيش حياة حاجه. في حد في حياة روان ولا لا؟ لا. ايه اكتر حاجة بتحبي تعمليها في رمضان؟ بحب قوي قيام الليل بقى بالليل كده الساعه 2 كده قبل الفجر، واقعد كده بقى ادعي يا رب يا رب. على كله بقى. كله 30 يوم مستلموكوا في يوم. روان، محمود. مشرفاني للمرة التانية. المرة التانية. وأنا عموما بحب الحوار معاكي بجد، مش والله كلام. وانا يا محمود انت شخص يعني محترم جدا ولذيذ جدا والله. ربنا يخليك يا روان، وإن شاء الله حلقة تبقى كويسة كده يا رب. تعجبك بإذن الله. يا رب بقى. روان، أنا دايما بحب أسأل سؤال كده واحنا في أول الحلقة. عايزك تقولي لي حالتك النفسية الفترة دي تديها كام من 10؟ الحمد لله. مم. رضا. الحمد لله. مش هنقيم بصراحة يعني. ينفع ما جوش. لا يعني الحمد لله والله على كل الأحوال كويس. يعني تديها كام من 10 مثلا؟ بستر ربنا 2 من 10. 2 من 10. بالستر. مم. بالستر. إيه اللي ممكن يوصل حالتك النفسية تبقى 10 من 10؟ وإيه اللي يخليها توصل تبقى في النازل في 2 من 10 زي ما أنت بتقولي؟ يعني الناس والغباء. غبائي. يعني أنا ممكن اللي يوصل حالتي النفسية 10 من 10 إن أنا أكون في حالي نسبة 100% أنا في حالي، عايشة أنا ومامتي في حالنا ولا علي حد ليه علاقة بيا ولا حاجة. أنا ببقى في أروق حالتي النفسية. مشاكل بقى وحوارات وناس وكده بتبتدي ده بيسحب من طاقتي من مجهودي، فبتدي حالتي النفسية بتقل. حتى لو المشاكل أو المواضيع دي اتحلت بس أنا استهلكت من طاقتي، فبالتالي حالتي النفسية بتقل. طول ما أنا لوحدي أنا تمام. لسه كنت بتكلم في الحته دي، يمكن مش عارف دي تاني مره اقولها باين. انا دايما بشوف ان الحاله النفسيه حاجه احنا مش بنشتريها من سوبر ماركت مثلا. انت فاهمه؟ هي حاجه بتيجي، انا بشوفها بتيجي من نظرتنا للحياه عموما. على حسب كل واحد هيشوف الحاجه اللي جايه له دي عامله ازاي. يعني ممكن واحد ابتلاء مثلا عنده مثلا، فهو يبص لها بناحيه كويسه، فحالته النفسيه بتبدا تحس ان انا لا، مش اخر الدنيا، انا في احسن، مش عارف ايه، فكل حاجه بتعدي. عكس الرضا. لما واحد مثلا، مثال بسيط، مثلا واحد ما دخلش الكليه اللي نفسه فيها مثلا. في واحد تلاقيه اكتئب، زعلان. في واحد عكسه تلاقيه بيشتغل على نفسه في حاجه احسن. واحده حبيبها سابها، فواحد فركش فقاعد في اوضته عمال يشرب سجاير مش عارف هنعمل ايه. وفي واحد يقول لك لا خير، في احسن. فانا دايما اما اجي ببقى حالتي النفسيه وحشه ببص للموضوع بشكل الطف عشان اعرف اتعامل عموما يعني. الفكرة كلها كل الحالات اللي انت حاططها دي تحت بند الرضا. اللي انت بالظبط. بترضى عموما بقضاء ربنا ايا كان حلو او وحش انا راضي. عشان هو في الاول وفي الاخر امر الله نافذ في اي حاله من الحالات. هترضى ربنا هيرضيك. ما رضيتش انت هتكتئب بقى ويحصل لك كل حاجه وبرده ربنا هيعمل اللي هو كاتبه. فارضى وخلاص. انت قلت لي ان انت 2 من 10. طب لو قلبك نفسه بيتكلم يقول لك ايه؟ بجد والله. يعني لو قلبك طلع قدامك كده يقول لنا ايه؟ هيتفت فاهم. ما بقتش احس بيه مؤخرا بصراحه. ما حاسه ان في مرحله كده انا وصلت لها بعد مواقف كتير وبعد حاجات كتير قوي. القلب بقى مش موجود. القلب ده ممكن يتحرك في حاجات بسيطه لكن في حياه فعليه لا. لا ما بقتش عارفه بصراحه ايه اللي بتحسه او إيه اللي بتعمله. اغلبها كلها تشغيل دماغي. كنت الاول بتمشي ورا قلبك اكتر من عقلك؟ كنت اي حاجه على حسب مشاعري على حسب انا حاسه من البني ادم اللي جوايا.
البني ادم سوري اللي قدامي حاساه كويس ومريح، خلاص تمام ماشي، اي موقف يتعمل لي جميل جدا ولذيذ، فده كويس. حتى بلتمس مليون عذر وبعدي وبسكيب، مفيش اي مشكله خالص. بس دلوقتي لا والله، حتى لو الشخص ده عمل معايا ايه، بعد اول حاجه اسالها عاوز ايه المقابل. اكيد في شيء، لان دلوقتي مفيش حد بيعمل حاجه بدون مقابل ايا كانت. مش حاجه اسمها عشان انا بحبك او عشان، اكيد في حاجه. حتى احنا كبني ادمين اصلا الطفل بيحب امه ليه؟ عشان ايه امه، عشان اللي بتقدمه له. ف لا، العقل احسن كتير. العمى ارحم بكتير. يعني ممكن تحكي لي موقف مثلا مش يورا قلبك خليك تندمي؟ خليك احنا بنتكلم عموما على الكل عشان يعني الصحاب حب لا بنتكلم هي في المشاعر الشيء تجاه البشر عموما، مش لازم علاقة عاطفية يعني أو حاجة من دي. أكيد كان شخصية في حياتي كده، مصدر إلهام، مصدر قوة، مصدر كل حاجة، ومش مش ارتباط والله ولا علاقة عاطفية ولا أي حاجة يعني. و هيرو، هو مصدر ثقة، هو كل حاجة. اكتشفت ان ممكن السنين دي كلها حد مثلا مربيني، الثقة دي راح مش موجود اصلا. صحبة وعشرة وعيش وملح ومواقف وكل حاجة كويسة، وتيجي في موقف بسيط قوي. الفكرة ان هو بيجي في موقف بسيط قوي بيظهر لك معدن البني ادم. انت مش بقى فارق معاك الموقف على قد ما فارق معاك البني ادم. انا مش مهم اللي حصل، بس ما تطلعش منك انت ازاي ده حصل، او يعني كل ده بقى كان كذب. فبتبتدي انك تفقد الثقة بالتدريج، فبتشك في كل اللي حواليك. خلاص بقى يبقى كله بايظ. دايما بيحصل مواقف عموما من ممكن حد انا كمحمود اديك مثال مثلا. يعني بيبقى ليا واحد قريب مني جدا جدا جدا، ويا دوب موقف صغير يعني ممكن يبقى موقف صعب مثلا، فهو باين لي حاجات كتير جدا رغم ان احنا ممكن نبقى قاعدين مع بعض 24 ساعه، وده بجد يعني قاعدين مع بعض 24 ساعه. بيبات عندي بيبات عنده، حياتنا كلها سوا، ايوه كل طبعا. حاجه. فحصل موقف صعب علمني. انت فاهم؟ حتى كنا بنتكلم بره، فبقول لك بيعلمني مش بيعلم عليا. فانا دايما بشوف ان المواقف الصعبه عموما، وبشوف ان اي انسان بيدخل في حياتنا هو درس. هو درس، انا بالنسبه لي درس بيعلمنا. انا حد بقى دخل اذاني هو علمني، حد دخل ضاف لي حاجه كويسه معلم. علمني، وانا نفس الكلام ممكن ابقى انا بالنسبه له مش كويس بس انا برضو علمته. انت فاهم قصدي؟ فانا بشوف ان اي حد بيدخل في حياتي هو بيعلمني، سواء بقى كويس سواء وحش سواء. بس ممكن في ناس بتعلم فيك بلاش تعلم عليك. مم. على حسب انت كنت حاططهم في زون ايه، او هم كانوا انت مديهم رصيد قد ايه، فهم علموا فيك، اثروا. ممكن عادي تسكيب الموضوع وتعدي والمرحله تعدي، بس الشخص ده لو جه اسمه او اتذكر اي حاجه انت فاكر اللي عمله، او فاكر ان في حاجه المتك من ناحيته. عديت واتعلمت انك مثلا ما تامنش، انك ما تثقش، وخلاص اتعلمت، بس هو علم فيك. مم. وده متهيألي اكيد كلنا مرينا بيه، مش كانت مدعكه برضه. بتسامحي بسهوله اصلا ولا صعب؟ لا ما بسامحش، مم. انا بنسى خلاص يعني. بفضل مش هقول، مش عارفه تندرج تحت بند التسامح ولا لا، بس انا بعدي، بس تيجي عند حته معينه غصب عني انا بتقفل. خلاص انا مش عارفه اسامحك، ولا بكن لك مشاعر كره، ولا انا بحبك. انا مش عارفه اشوفك تاني. خلاص بقى، سواء بقى بنت او ولد او ايا كان مين، انا مش هعرف اسامحك، انا اتقفلت. مش واصله لمرحله اللي احنا لسه في فرصه او ما فيش فرصه وخلاص. ستوب لحد هنا، وانت كمل وانا كمل. ما هو احنا موجودين في حياه بعض يعني، مش عشان نزاول بعض. يا انا بضيف لك انت بتضيف لي، يا بنونس بعض لو انت ما عندكش حاجه تديها لي او انا. لكن هتفضل تسحب مني هعدي على حسب الغلاوه. بس تيجي عند مرحله خلاص. مشكلتي ان أنا قلبتي وحشه يعني، حتى مامتي كانت بتقول لي كده دايما، انت عندك قفله كده. على قد ما انا كنت بحبك قوي، وعلى قد ما انا بس خلاص جيت لمرحله بحاول ساعات ببقى بحاول مع نفسي، بس انا مش عارفه اثق فيك تاني، مش عارفه امل لك تاني، مش مم. عارفه اكل معاك عيش وملح تاني. خلاص انا في حته بيني وبينك كده وقفت. فليه تبقى معاك اتعامل معاك على غش؟ انا صريحه جدا وبحب اتعامل، انا بحبك بكرهك. فوصلت للمرحله دي مش هعرف اقعد معاك تاني، مم. ولا اسلم عليك حتى. هاي باي.
ومن غير هاي كمان. روان بتحب السوشيال ميديا ولا لا؟ بكرهها عمى. أسوأ حاجة مريت بيها في حياتي والله العظيم. اقسم بالله أسوأ حاجة في الحياة عموما. مم. ظهرت حاجات كتير قوي وحشة. بقى أي حاجة دلوقتي، أي حد ماسك الكاميرا ويطلع بتشوف دلوقتي مهازل خلاص. زمان أول ما السوشيال ميديا طلعت كانت صعبة شوية، فكان اللي بيطلع اللي بيقدم حاجة أو اللي بيعمل حاجة. دلوقتي أي حد معاه تليفون بيطلع، فبقينا كلنا بنندرج تحت حتة معينة، بتوع الميديا دول مش عارفة ايه. فلمت مم. مفيش خصوصية، انت بتاع الناس مش بتاع نفسك. حبيت ان انت الكلمة محسوبة عليك، الحركة محسوبة عليك، النفس. دي حاجة مش كويسة. مشهورة طبعا وكل حاجة، حب الناس ده نعمة، بس انت كنت ممكن تبقى محبوب والناس كلها بتحبك من غير ما تبقى معروف. يعني الناس مم. بقت وحشة. يعني ممكن شخص يكون فيه كل اللي فيه، وكلنا عندنا بلاوي لولا ستر ربنا، بس انت عشان كانك انت حد مشهور، فانت ينفعش تتنفس، ينفعش تتكلم، بس هم مباح ليهم يعملوا كل ده. هم فالشهرة على قد ما هي ممكن نعمة في بعض الأحيان، بس هي نقمة أكبر بكتير. مم. وفي بنات كتير مثلا بتبعت لي: روان أنا نفسي أتشهر، نفسي. ماشي حياتك. يعني أنا لو كان عندي فرصة تانية أو عندي شغل تاني أو ما كنتش هتردد أبدا إن أنا أسيبها، بس خلاص. حتى أنا لو سبتها النهاردة أنا ستيل أنا لزقت. تعرفي الناس بتحب السوشيال ميديا بسبب اللي عموما الناس بتظهره. يعني مثلا ممكن واحد تبقى حياته صعبة جدا، هو مثلا حد مشهور على السوشيال ميديا، بس هو بيظهر احسن حاجه، بيظهر هو داخل افضل محل بيجيب لبس، هو راكب بعربيه جميله جدا، فالناس بقت بتشوف الله انا نفسي ابقى في الحته دي. يعني الناس بتبص اصلا على الفلوس اكتر ما بتبص مثلا ده عواقبه ايه او ده بس الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتظهر كده. عشان هم مش شايفين الضرايب، مش شايف الضريبة. وبعدين ما حدش بيصور خيبته، ما حدش يجي يطلع يقول انا مش عارف ايه وبعدين عالم السوشيال ميديا عالم افتراضي. رفع طموح الناس قوي، مم. رفع. البنات دلوقتي مثلا بتبص انا عايزه اركب العربيه دي وانا عايزه اعمل ده ومش عارفه ايه وحتى مع الولاد والبنات في العلاقات هي عايزه يتعمل لها بروبوزل وعايزه يجيب لها مش عارفه خاتم ايه. يعني ده مش الطبيعي. احنا عمرنا احنا قبل السوشيال ميديا احنا ولاد بلد وعايشين وشايفين، ما كانش فيه الكلام ده. بس هو بدأ يظهر ده، فالناس بقت شايفه ان السوشيال ميديا وصلت، لا فانا عايزه نفسي تعملي ده عن طريق الميديا. ممكن يتعملي كده عن طريق مليون حاجه تانية. الناس النظيفه فعلا او الناس الشبعانه او اللي ما بيظهروش ده، ما بيطلعوش ويعملوا ده. انا اعرف ناس كتير قوي، يعني ناس كاتيجري ايه كلاس خالص، ولا بيطلعوا يقولوا ولا بيعملوا حاجه عشان يتبسطوا. انا لو انا قاعده مع اصحابي ومبسوطه فيها فعلا، هنسى ان انا اتصور، هنسى ان انا اقول. لكن ما دام انا ظهرت لك ده يبقى في هدف، الهدف اللي ابهارك انت عشان تشوف ده وتشوف حياتي عامله ازاي، عشان انا اكل من وراك عيش مم. بابهارك ده، بمشاهداتك دي. فانا باكل على قفاك عيش، فالناس شايفه خلاص انا كمان عايزه اكل عيش، بس بتاكلي عيش بطريقه فيك، مش بتاكليها بطريقه صح. مش ده الصح. انا كنت اتمنى ان انا اخدها في الطريقه الصح، ما اخدهاش في طريقه ان انا لازم مضطر اطلع ده واعمل ده. انت ممكن تكون فعلا زي ما بتقول في حاله نفسيه صعبه جدا مش عارفه، بس انت عندك كامبين او عندك شغل، انت مضطر تطلع كامل اناقتك كامل شياكتك بطريقه حلوه جدا، وتكلم الناس وتوصل المعلومه كويس للناس وتعرض المنتج كويس عشان تكسب الديل ده وتشتغل مع الناس تاني. انت ما همش دعوه بقى، انت عندك مشاكل، عندك اقساطك، عندك حواراتك، بس الناس شايفه ايه؟ دي روان لسه متصوره مش عارفه ايه، دي روان لسه جايه لها ايه، يعرفوا روان عندها ايه؟ محدش له دعوه. هي دي الميديا، بظهر لك اللي انا عايزه اظهره لك. عشان كده في كتير ناس بتطلع تدعي المثاليه، ناس كتير قوي بتطلع تقول ان هي قد ايه كويسه وجميله، ويتكلموا عن الادب والاخلاق والجدعنه والرجوله وكل حاجه، هم ولا خبط في كتفهم راجل جدع حتى. وتقعد معاهم على الحقيقه فاضيين قوي، فاضيين قوي، بس هم عارفين يمثلوا كويس قوي. عادي، ما ده فيه لايكات، فيه فيوهات، وبناكل عيش حلو، يبقى ليه لا؟ مش عارف سألتك السؤال ده السنة اللي فاتت ولا لأ، بتشوفي إن السوشيال ميديا بتجيب صحاب حقيقيين؟ كلهم فيك، كلهم فيك. هقول لك مش قصة مثلا حقيقيين أو كده، كلهم صحاب قعدة،
صحاب قعدة حلوة، قعدنا وتصورنا ستوري جميلة جدا، نقول للناس قد ايه ان اللمة حلوة وان القعدة حلوة والصحاب الجدع قد ايه بس تعالى بقى وقت المواقف او وقت الشدة انك تلاقي صاحب جدع، حد جدع كده معدنه جدع. ليه؟ لان زي ما احنا كنا لسه بنتكلم ان الموضوع ده كله تمثيل فيك في فيك، فانت شايف برضو اللي هو موريهولك فيك. تعالى بقى اقع في موقف مش هتلاقي حد معاك، هو مالك انت اخر ومعاك قاعده حلوه كامبين ستوري مش عارفه ايه، كامله اللقمه ونزلنا الستوري الدنيا تمام. تعالى بقى عيال بقى تقف معاك كده وتحصل مشكله تلاقيهم في حته كده بتبقى جوه بتبقى متهيألي ممكن عشان انا بنت بلد قوي عند ولاد البلد كده، ان هو لازم اقف، سيب التليفون ده على جنبه وسيب الميديا دي على جنب، انا اقف معاك بحق حتى العيش والملح. لا احنا لحد هنا وستوب. انا بركز في شغلي، بركز ده عشان ايه؟ عشان افضل محافظ على ده، احافظ على الصوره، على الفيك اللي ظاهر للناس. الناس بقى يا الناس هتعرف انا جدع ولا مش جدع؟ ما تعرفش الكلام ده، انت ليكي تعرفي. بس كده كده نتحط في مع بعض هنظهر قدام الناس فيك وجمال جدا ولذاذ، فالناس مش هتعرف انا جدع ولا مش جدع. فمش ضروري، انا ضروري عندي المشاهد، ضروري عندي الناس تشوف انا ايه، لكن في النص هم ولا حاجه ولا يعرفوا يعني ايه. بجد بجد. آم، الميديا دي طلعت علينا، عملت لناس بلا قيمة، مجرد أسامي، عيال ما تفهمش في أي حاجة ولا تفقه في أي شيء، ولا شقت ولا تعرف يعني إيه قيمة الجنيه ولا أي حاجة. فعملتهم بني آدمين، خلتهم أيكون، خلتهم قدوة. مع ان الناس دي انا دايما بقول للبنات كده، لو نزلتوا قعدتوا معاهم على ارض الواقع انتوا ما تتشرفوش تسلموا عليهم، لو عاشرتوهم مش هتقبلوا بمبادئهم ولا قيم، مفيش مبادئ مفيش قيم مفيش اي حاجه من دي الا ما رحم ربي طبعا، علشان ايه؟ ما نبقاش بنخبط في كل ايه، في ناس كويسه بس مفيش ناس جدع، ممكن كويس بس مش جدع. ما كنتش عارف قيمه الجدعنه دي، ما كنتش عارف يعني ايه كلمه جدع على فكره، يعني كانت بتتقال كتير وانا انت جدعه، فاقول جدع دي شهمه يعني حد جدع، بس في مواقف معينه بتظهر لك يعني ايه جدع، مش مجرد بقى موقف بسيط او حاجه، لا في مواقف بتشوف ان الشخص ده جدع. هو جدعنه دي انك ما تبقاش مجبر انك تعمل الشيء ده بس انت عملته، هي دي الجدعنه. ان انا ممكن بره عني ومش هتلام، يعني مش هتلام لو ما عملتش ده، بس انا هعمله عشان بايدي شيء. مفيش بقى دول اصلا بيبقى عندهم الشيء مصلحه، الشغل. تعالى شوف صحاب السوشيال ميديا دول كده لما بيجي لك شغل او كامبين او اعلان هيحطوا اسمك، لازم انا اتميز، لازم انا اكون عملت ده مش انت. بس لو اتقابلنا كلنا في الكامبين جمعونا سوا، شوفوا مين معانا في الكامبين، شوفوا مين ده منورانا وبتاع، بس هي من تحت الترابيزه انتوا ازاي تسووا بيا وازاي تيجي معايا؟ لا معلش انا مش عارفه ايه. طب هي اخده كام وانا خدت كام؟ اه طبعا كلها بتيجي بقى، فما بتلاقيش في حد سالك اصلا، احنا سالكين قدام الكاميرا بس محدش هيقول كده. تعرف ان انا عمري ما سالت حد على السؤال بتاع تشوف ان السوشيال ميديا بتجيب صحاب حقيقيين ده، وقال لي لا بتجيب صحاب حقيقيين، كله قال لي لا ما بتجيبش صحاب حقيقيين. عشان هم ذات نفسهم مش حقيقيين، هم فيك. هيجيبوا صحاب حقيقيه منين؟ عمرهم ما هيجيبوا صحاب حقيقية. لما يكونوا هم يصارحوا نفسهم بمشاكلهم وبعيبهم ويكونوا هم حقيقيين فعلا، يبطلوا يمثلوا ويدعوا المثالية كويس قوي، يبتدوا يلاقوا شخص حقيقي. ابدأ بنفسك الأول، لكن الأحسن إنك تصاحب كل واحد على حتته. صاحب قعدة حلوة وقعدنا القعدة تمام، لكن أحطك بقى في مشكلة أو كده لا، أنت مش بتعدي وأنت مجبر إنك تتعامل كده. ما أنت مش هينفع، أصل أنت لو أنت طلعت نفسك أو بنت أنت النظيف أو أنت الكويس هيتحط عليك اكتر، ما فيش حد يحب حد احسن منه وانت بتعلي عليه. لا طب خلاص بقى، يبقى دي نسكبها، ما تبقاش ظاهره معانا. ليه؟ علشان دي نظيفه، ده بجد. هي بتبقى كده، في ناس النظافه بتضايقها، انت نظيفه وظاهره وواضحه قوي يعني، لا ما تعدي واتقالت لي كتير من ناس صحابي في السوشيال ميديا. آه لسانك ووضوحك ده مش هياكلك عيش، مش هتعرفي تاكلي عيش. عادي وابتسمي يعني. اهلا بينا في عالم النفاق، هو فعلا عالم نفاق. كل تمر هحلي ايامي كل تمر والله.
كفايه اكل كميه بلح باللبن هتموتني. روان احنا كنت لسه بقلب على قريب كده على السوشيال ميديا، فلقيت ان اخر حلقه كنا مصورينها كانت من سنه. بجد والله. كانت من سنه بالظبط، كان من يومين يعني. مم. ايه اللي اتغير في روان عصام في خلال السنه دي؟ كبرت، نضجت كده، مم. شفت الدنيا بصورة أوضح. فلترت كتير. يعني مش عايزة أقول مثلا اتغبيت، بس شديت نفسي شوية، كان لازم أشد، وقعت في كذا وعكة كده فخلتني إن أنا نشفت شوية أكتر. مش لاقية نشفت مع بنتي دي خالص، بس خلتني متحكمة أكتر، هديت. يعني حتى الناس كانت ملاحظة الموضوع ده، أنا هديت كتير عن الأول، ما بقتش أدي، مش أي حد يستاهل رد فعلي. ممكن الانسحاب، أنا كنت الأول اندفاعية قوي وبدي رد فعل وابقى عايزة أحارب لأجل أنا أثبت لك وجهة نظري، أنا لازم أقولك إن أنا صح. دلوقتي بقيت أدركت 1,000,000% إن أنا مش مجبرة أبدا إن أنا أثبت لك إن أنا صح. لأ، أنت صح وأنا صح، الصح اللي أنا انسحب، لأن أنا هاقعد أقنعك قد إيه إن أنا صح، أنت مش شايفني ده، أنا مش هاصلّح فكرك، مش هاربّي الناس، أنا ممكن أبعد عن الناس، لكن مش هاربّيهم، فانسحب. هو شايفني وِحشة، هيفضل طول عمره شايفني وِحشة، فمش هاثبت له، الإثبات دوّة كل الكلام ده هيبقى تعب ليّا أنا، استنزاف طاقة ليّا، وبرضه لسه متشافة وِحشة. بقيت أنت شايفني كده، أوكي، أنت بتتكلم عني، اتكلم عني. أنا كنت الأول لأ، أنا عايزة أحارب الناس دي كلها، ما حدش يتكلم عني، وما حدش يقول عني كده، وأنا مش وحشة، وأنا مش كدابة، وأنا مش عارفة إيه. لقيت نفسي عايشة عمّالة أتعب نفسي، وأروح أتكلم مع دول ودول ودول، وأنا فين؟ هُم عايزين يلهوني، هُم عايزينّي أفضل من اللي هي ده. فبقيت stop، اللي عايز يشوف روان وحشة هيشوفها وحشة، اللي عايز يشوف روان حلوة في وسط كل القرف هيشوفها حلوة. فخلاص، أنا مش مضطرة أبرر أو مش مضطرة أتكلم، هديت كتير عن الأول، ما بقيتش عصبية زي الأول. فحاسة إن أنا كبرت كده، خلاص الواحد دخل على ال26، كبرت أوي. أنا لسه متخرجة امبارح. لا وبعدين شُفتِ باقول لِك من سنة، أنتِ فاكرة تخيلي إن الحلقة عدّى عليها أنت سنة قصدك بسرعة تأكد أوي. كلامي إن أنا كبرت والّا إيه؟ لأ، أنا قصدي قصدك إيه؟ قصدك إيه؟ أنا قصدي الأيام بتجري بسرعة أوي، أنا وأنا قاعد إمم. بابُص لقيت عدّى سنة فاستغربت أوي يعني، الأيام بتعدّي بسرعة أوي يعني. سنة بلا هدف. ما ما فيش لحظة فيها كانت كويسة السنة دي والّا؟ الحمد لله على كل حاجة، بجد والله أكيد مرّيت بحاجة كويسة، بس الوِحِش كان أكتر، الوِحِش كان أصعب. إمم، الدنيا دلوقتي بقت صعبة على الكل، مش عليّا أنا بس والله، بقى كل الناس عندها مشاكل، الناس بقت غريبة، بجد الناس بقت مُريبة، فالواحد بيمُر بمشاكل كتير. وبعدين حتّة إن أنتِ بنت في سوق العمل عمومًا، مش شرط بقى إنِّك بلوجر أو مش بلوجر، بتتعاملي مع ناس، أنتِ بتشوفي كل يوم ناس مختلفة، بتربية مختلفة، فبتحسّي إن أنتِ فعلًا السَنة عدِّت بحاجات كتير. على أساس واحدة قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة، بنت مثلًا بنوتة عايشة حياة بنوتة عادية، على عكس ما بنت تكون في الشغل. عشان كده أنا دايمًا باقول مش عايزة أبقى strong قد بنت، أنا عايزة أعيش كمرأة. أنتِ بتبقي عايشة حياة بنت عادية، فالدنيا بتبقى تمام، لكن أي حد منخرط في الشارع ومع الناس أكيد low high low، تفضل رايح جاي، رايح جاي، فالموجة بتودي وبتجيب. فطبيعي إن أنا كسبت حاجات، وأكيد اكتسبت حاجات كويسة، زي مثلًا زي ما قُلت لك أنا اكتسبت حاجات في شخصيتي كويسة، بس عن طريق مواقف صعبة. يعني إن أنا هديت أو إن أنا بدأت أهدى والكلام ده كله، دي حاجة كويسة اكتسبتها، حاجة كويسة جدًا في شخصيتي، بس عن طريق إيه؟ عن طريق ناس وحشة، عن طريق مواقف بشعة. فكانت وقتها هي وحشة، بس أنا كسبت من وراها حاجة كويسة، علّمتِك. بس علّمت فيّا، إمم. أكيد مش هانساها. كُل تمر. حتى ماسكارا وتر ظروف، أقسم بالله أبدًا. آخر مرّة عيطتِ إمتى يا روان؟ لسه من شوية والله، لسه من كام يوم كده. إمم. إمم، حسيت إن أنا عيني والله لا هاعيط، ما أنتِ لازم تعيطي. أنا مش فاكرة المرّة اللي فاتت ده قُلت والّا لأ، إن أنا صعب عليّا جدًا إن أنا أعيط، ما باحبش أعيط، بس حسيت إن أنا محتاجة أعيط، لازم أعيط، ما أنا لو ما عيطتش هانفجر من جوايا. عيطت كده، حسيت إن الدنيا هدت شوية، بعد كده أمّا لقيت نفسي قشطة، عيطي وماذا بعد؟
علا زي مدام علا. ايش زي الشفتش. انت عايز نعيط دلوقتي ولا إيه؟ حاسه ياسمين عبد العزيز قوي بتتكلم. قعدتش بالسهوله يعني خالص؟ يعني مثلا سيبك من كام يومين، مثلا اخر مره مثلا قعدت فيها غير من يومين مثلا؟ لا ما بعيطش بسهوله ابدا خالص. اللي عودتني على كده امي. يعني انا كنت من اي حاجه اعيط، حتى في المدرسه من زمان قوي انا فاكره اي حاجه بقعد اعيط. انا حساسه قوي زياده عن اللزوم، وبركز قوي في تفاصيل مش ضروري ان انا اركز فيها وارهق نفسي فيها. بس ماما اللي ربت في الحته دي. مفيش عيط، اقفي. يعني انا خلاص، انا بجد مخنوقه، حصل معايا واحد او اتنين تلاته. مفيش عيط، اقفي وانت بنت راجل. عيطي ليه؟ طب ما ينفعش عيطي. حتى لو انا مثلا بقيت مؤخرا لما عشان ماما عوداني ان انا مفيش، انت جامده، بتقول لا انا محتاجه اعيط، انا مش جامده، انا محتاجه فعلا اعبر عن مشاعري. مشاعري مش عيب. بس هي ماما كانت بتعوداني مشاعر الزعل او الضعف في ظروف حياتنا وقتها كان عيب. آه. ينفعش انتي تعيطي، ولو عيطتي وقعتي ما ينفعش. انا وهي فلازم نظهر فانا اتعودت واتربيت ان لا. بس بقيت بحاول ان انا اتكلم مع نفسي واتعامل، لا عيطي وعبري عن زعلك وعن حزنك، ومش كلام سيرابست والكلام ميديا ده لنفسي انا. محتاجه فعلا اعبر عن ده، لان الكتمه وحشه، ممكن تجيب للبني ادم. وبعدين بتفقد صفات من شخصيتك. بتلاقي نفسك انت مش تمثال. هتبقى فعلا مجرد من المشاعر. وبتيجي بالليل بقى انت مش عارف انت مين، انت مثلت ده ازاي وعملت ده ازاي وبتاع. فلا، بقيت بحاول مؤخرا ان انا لا اعيط. والله لا اعيط. تشربي زردة؟ برد ولا ايه؟ لا لا لا، حلو. بصيص من دخان. ده لا. بس لا مش مش عارف شاي بقى، بيشرب سجاير مش كان عارف. هيطلع دخان اكتر من كده. مش عارف بقى سكرك ايه. هو ساقع باين. مش عارف. بصيص. اي لا تمام. مش انتاج 0/10. حلو. طب والله حلو. بجد. اه، عايزة كده عشان التكميم، فمتعودة اشرب الحاجة ساقعة. روان، ممكن اسالك سؤال ترد عليه بصراحه؟ اتفضل. الحب بالنسبه لك ايه؟ ان انا انام مطمنة، امم. ان انا واثقة. سيبك بقى من المشاعر وان هو يقدم لي ويهتم بيا والكلام ده خالص، لا. ان انا انام وانا مطمنة. حصل لي اي حاجة انا عارفة في حد في ظهري، في امان من جوه. بجد والله مش كلام كليشيه، بس ان انت تبقى فعلا نايم وعارف ان الشخص ده مش بيأذيك، مش بيخونك، مش لازم خيانة بيخونك في مشاعره في كلامه. انك تبقى نايم مطمن، ده احسن احساس في الدنيا. زي مثلا احساس حبي لامي. انا عارفه ان انا النهارده حتى لو مزعقه مع ماما او في مشكله ما بيننا، انا عارفه ان نمت صحيت دي امي. فهي حصل اي حاجه هي واقفه امي. فان نلاقي شخص انه مهما الظروف او مهما المشاكل حصلت ما بيننا هو لسه انا روان عنده. هو ده بالنسبه لي. ده صعب، ده صح. انت بتحبي الحب اصلا يا روان ولا لا؟ اكيد احسن حاجه في الدنيا الحب. طبعا من غير الحب مش هنعيش يعني. هتبقى غيبة اكتر من كده. خلي بالك ده في الحياه بعيد عن الارتباط او اي حاجه، او ده في الحياه عموما الاتنين الحب صحاب طبعا. بين بعض. طبعا. بتحب شغلك. ما انا بقول لك احسن حاجه عشان نعرف نعيش، مش لازم بقى حب. طب ما انا عايشه ومن، بس عشان بحب مثلا المتابعين بتوعي او بحب الناس اللي بطلع لهم بتكلم معاهم بقدم لهم حاجه كويسه، عشان بحب امي براضيها براعيها. بحب صاحبتي مثلا فبسال عليها. هو الموف هو اللي بيحرك العلاقات اصلا. الحب مفيش حب مش هيبقى في حياه. فان احنا فشلنا في علاقه او فشلنا في جانب معين ماشي، بس ما ننكرش نقول لا مفيش حب. لا، اكيد لازم يكون في حب. ايه ممكن يغير يعني يحرك قلبك لشخص مثلا تعجبي بيه؟ يمكن الناس عمرها ما سمعت انت بتتكلمي في حاجه زي كده ابدا. يعني
ممكن الناس ما تتقبلش ردي ده بقى، ليه؟ هتبقى كارثة. إنه يكون أرجل مني، مم. يعني دي مشكلتي، إن أنا حياتي أو شخصيتي مش هقول قوية، بس مريت بحاجات كتير قوي، لازم يكون شخص في نفس العقلية أو أكبر مني. الفكرة أنا بلاقي ناس تافهة، يعني مش جامدين، أنا ممكن بصد أكتر، ودي حاجة مش صح، بس احنا دلوقتي الدنيا صعبة على كل الواحد، بيبقى بصد أكتر، بعرف أتعامل بدماغي أكبر، فمشاكل ما بحبش المشاكل التافهة أو الحاجات التافهة. احنا في علاقة، مش انتي عملتي ايه أو كده، أو ممكن حاجات بس مش دي أزمة. فبلاقي إن الفترة الأخيرة دي هي ناس عايزة تعيش الحالة، مش يعيشوا الواقع ان انت في بيت وفي أسرة وفي واحدة مسؤولة منك، ففي مواقف بتعدي والدنيا تشد وترخي. لا، وانا عايزة اعيش حالة الحب، ما اهتمتيش بيا، ما عملتيش بيا. بحس الكلام ده تافه، انا اكبر من ان انا احط نفسي في يعني في عطش الاهتمام والكلام ده. لا، الواحد مم. كبير، مر بحاجات كتير قوي، شايف ان المواضيع دي سهلة، اي حد يعرف يعملها، اي حد يعرف يجيب هدايا، واي حد يعرف يقول كلام حلو. ده الواحد بيبقى ماشي في الشارع بيسمع سواقين التكاتك بيقولوا الحان يعني. فدي سهله اي حد يعملها، لكن الصعب انك تلاقي شخص قيادي، شخص عارف يدير العلاقه، شخص عارف امتى يشد وامتى يرخي، وامتى يبقى معاكي تمام وامتى يسيبك عشان تتعلمي. انك تلاقي حد ده اقوى وارجل، دي بقى اللي ازمه. وفي ناس بتقول المشكله فيكي، ما فيش حاجة اسمها كده. اللي وصلني بشخصيتي دي هو ربنا سبحانه وتعالى، بالمواقف، إن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام وصلني للشخصية دي، ما فيش حاجة بقى اسمها أنت الغلط من عندك. مم. ما هو شخصيتي اتكونت من المواقف، فلازم ألاقي شخص مر بمواقف صعبة وجابها من تحت كده عشان يبقى عارف بقى قيمة روان. مش عايزة أعيش حالة، أنا لو عايزة أعيش حالة من دي كنت زماني ارتبطت النهاردة قبل بكرة، وجميل، وأروح ويتعمل لي بروبوزل وأعمل ترند وأمشي والدنيا جميلة جدا وأنزل ستوري وبتاع. بس أنا مش عايزة أضحك على نفسي. أسوأ أنواع بجد الحاجات أو الحالة إنك ممكن تعيش إنك تضحك على نفسك. هشتغل نفسي، هعيش حاجة مش حاساها، هعيش معاه في بيت واحد إزاي، هنام جنبه إزاي وأنا عارفة إن هو مش الراجل بتاعي أو مش ده الشخص. مم. عشان خاطر مثلا الفلوس، أنا بعرف أجيب الفلوس وأعملها، لكن في حاجات انا مش هعرف اعملها، لازم هو يعملها لي. فلو مش هيعرف يعملها يبقى خليني لوحدي قشطه. الدنيا ايه؟ بتشوف ان الفلوس مهمة في الحب؟ للاسف مم. الحب وحده ليس يكفي بس هو الحب لوحده مش كفايه اصلا. ده حقيقة. الاحترام، من الاحترام لا، في ضروري حاجات جدا. كتير، الاحترام والثقة تفاهم، والتفاهم طبعا. تفاهم انك تبقى بتتعامل مع الشخص كده، انت بتتكلم في جوهر الموضوع. ممكن انت بس متنرفزه، انت متعصبه ليه؟ انا عارفه ان انا متعصبه، حاسبني عليها بعدين وكلمني، بس نبص للموضوع. ففي حاجات فعلا اهم. احنا كنا بنتكلم في ايه؟ انا ان نسيت. الفلوس مهمة في اوميجا الفلوس مهمه. ما هو بص، خلينا معترفين كده والكلام بقى من الواقع، الفقر بيموت الحب. في مثال بيقول لك الفقر لو دخل من الباب الحب انا بينط من عملت من الشباك. الشباك ده على حقيقة. طول. اصل ماشي، يبقى انا شخص بحبه بس هو مش عارف يعيشني، مش هقول لك الفلوس اللي مش عارف يكفيني، وطبيعي ان انا هبتدي ان انا امل. مم. مش هقعد كل يوم اخد كلام حب. في اساسيات. هتقول مثلا ظروفه، ربنا، انت بتسعى ربنا بيكرمك. استحالة يشوفك ربنا انك بتسعى وما يرزقكش برزقك ورزق بيتك ورزق عيالك. انت بني ادم، لازم لو هتنزل تفحت في الصخر، بس ان انا كفي بيتي. انا شايفاك بتسعى وراجل وبتحاول انك تعمل اي حاجة، انا بقى دوري كست وبحبك ان انا اقف جنبك. طب لحد ما ربنا يكرمنا احنا الاتنين. لكن انا شايفاك قاعد، طب هعمل ايه ومش عارفة ايه. الستات بتتعامل، الستات فاتحة بيوت، انا هو ست فاتحة بيت وبعرف اجيب الجنيه، انت عويل في ايه انك تجيب ده؟ ففيش حاجة اسمها أصل أنا مش هقدر. لا، أنا على الأقل أقدر أبقى في نظرك راجل، أقفلها. مش لازم أعيشك عيشة الهاي أو الكلام اللي بنشوفوه على الميديا، بس أنا أبقى في نظرك راجل. راجل إيه؟ إن أنتي فيش حاجة بتطلبيها أنا ما بعملهالكيش، وبرضه إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع. بالظبط. عشان عايزة خاتم دايموندز الصراحة هابل أمي عامل 250 000 انا عن نفسي يعني أنا دايما لما اجي بتكلم مع حد مثلا
لو واحد صاحبي مثلا عايز يخطب مثلا، انا بشجعه ان هو يخطب وكل حاجه، بس قبل كل ده في اساسيات. انا بالنسبه لي، انا من وجهه نظري ان الفلوس دي من اهم الحاجات يعني. طبعا. اصل انت ممكن دلوقتي، اولا انت داخل بيت ناس، لازم، اصل في ناس دلوقتي مثلا مش معاه شقه مثلا، ما عندوش شغله وعايز يروح يخطب. في ناس كده، انا في ناس اعرفها، انا عارف ان هو نفسه يعني هو الجواز حلو وكل حاجه وخطوه عارفه. حلوه طبعا، بس لازم تبقى قد الحاجه زي دي. الموضوع صعب يعني، الموضوع مش سهل، مش زي ما انت مفكر دبله وخلاص يا عم والموضوع اتحل. لا، في مسؤوليه وفي لازم بس تفكر. يبدا. بس يبدا من الاول، يبدا ان هو يشتغل، يبدا ان هو يعرف يدخل له دخل كويس، يبدا مش يبدا يبدا صح. مثلا يبقى داخل بيت ناس وهو لسه ما بداش وبيقول لسه هبدا يا هادي، ما فاهم؟ هيعمل ايه بقى؟ ياخدها قاعده جنبه بقى 8 9 سنين بقى عشان الناس بتتضايق من النقطه دي، ما تصبر معايا. طب وليه تقعد 8 9 سنين لا، يعني؟ انا ضد ما الفكره دي يعني. ما فيش هتقبل علاقتك ان انت في واحد داخل طالع 8 9 سنين ولسه بيبدا. لا، لازم يكون في بيزكس. بس انا عارفه الموضوع صعب الفتره دي، خصوصا ان انا عايشه عيشه الرجاله الفتره دي، فانا عارفه ان صعب ان انا اجيب شقه. انا صعب لحد دلوقتي ان انا اجيب شقه، فعارفه قد ايه الدنيا غاليه وقد ايه الدنيا صعبه. بس تسعى، تشتغل، تبقى معاك. هي بقى بتعرف برضو الست عليها عامل. انت حتى هتلاقي، طبعا مع احترامي، بس هتلاقي مامتك هي اللي بتدير البيت، هي اللي بتعرف تمشي، ده فلوس الاكل، ده فلوس مش عارفه ايه، هي تعرف تدبق. بس انت اديها اللي تعرف تدبق بيه. لكن انت دلوقتي زي ما بتقول فعلا هو عايز يخطب عشان دبله ومش عارف ايه، ويفضل خطيبتي ومش خطيبتي. طب ما فين؟ طب ماشي، عرف يجيب شقه، بيجيبوا شقه ايجار ويتجوزوا. هو مش تعبان، وده بجد بقى مش شقيان في الحاجه، ومش ما اشتراش وشقه، فاي حاجه بتروح هوا، فبتلاقي طلاق عادي. يلا طلاق بقى، ابني ده ما بصرفش عليه بقى. تلاقي المواضيع بقت كليشيه قوي ومتكرره. ويقول لك اصل هي ما وقفتش جنبي، وهي تقول لك اصل مش عارف ايه. انت عارفه من الاول ان هو مش قد المسؤوليه، وانت عارف من الاول ان انت مش قدها. طب ليه؟ صح. عشان المظهر الاجتماعي، او عشان خاطر انا، عشان خاطر مفيش عقل، كله ماشي بالقلب. عرفت أنا لازم نحكم العقل، اصل القلب ده مش هينفع، هيخلينا في محكمه الاسره كلنا. رغم خدت بالي من كلامك كل شويه مثلا لما بتقولي انا راجل، انا مش عارف ايه، اه، الموضوع ده مش بيأثر عليكي؟ هو مؤثر عليا. مم. انت خدت بالك اهو. مم. من ناحيه، في حياتك عموما يعني، في الحياه عموما ولا عادي؟ او بينك وبين نفسك يعني، انت لو قاعده بينك وبين نفسك كده، دايما الناس شايفه روان على السوشيال ميديا، البنت القويه، البنت اللي مش عارف ايه، انت وانت قاعده لنفسك كده في اوضه مقفوله كده، ما نفسيش. بتفكري في ايه؟ نفسي ابقى روين. مم. نفسي ابقى روين، نفسي ابقى ست يعني، ابقى بنت يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الست ست والراجل راجل، مفيش حد بيقوم بدور التاني. فلما تخيل بقى بنت بتقوم بدور تاني، يعني هي بتبقى الاتنين في بعض، فانت بتضطر ان انت تستغني بقى، او مش تستغني، انك تسكيبي او تعدي تتخطي حته انك تظهري انك كبنت. تظهري مثلا ان انت انوثتك وان انت بنوته. ما ينفعش تظهري ليه؟ عشان انت بنت، عشان انت لوحدك، عشان انت بطولك، فلازم تبقي راجل عشان تعرفي تتعاملي مع ده، عشان تعرفي تشتغلي. وانت لو بتتعاملي بقى كبنت ومش عارفه ايه، هتتاكلي. فانت لازم تظهري بالدور ده. فاي حاجه انت بتعملها عكس الطبيعه او عكس طبيعتك وشخص، ما انت ببص لنفسي في المرايه، انا بنت، وبنت جميله وبنت حلوه وكل حاجه، بس كحياه فعليه مش حياه بنت. بس مضطره ان انا امثل ده. ده لود عليا، فطبيعي ان ده تعبني. ده تعبني، كان بيسبب لي مشاكل زمان. حاليا انا اما ادركت ان ده غلط، لان انا كان عاجبني الاول الدور ده، كان عاجبني ان انا راجل وانا جامده وانا مش عارفه ايه وبتاع. مم. دلوقتي مبقاش عاجبني. ليه؟ زي ما قلت لك، انا كبرت، فحسيت ان انا لا، انا بنت ولازم اتعامل ان انا بنت. فكان بيعمل لي مشكله زمان ان انا كنت ممكن مثلا لما اكون مرتبطه، آه الراس بالراس، يعني هو الكلمة لأ، وأنا متعودة إن ما حدش بيقول لي كده، وأنا متعودة إن أنا اللي باتعامل. ممكن مثلًا في حركة، مثلًا إحنا قاعدين في كافيه، أنا متعودة أنا بانادي على الراجل أو باقول له ما آخدش بالي. فدي نُقط ما ينفعش، بس عشان أنا متعودة. في مشكلة حصلت لي أو كده، أنا اللي أكلم ناس صحابي وأتعامل. طب ما هو في راجل، كنت بانسى. فبعد كده بصيت لأ، أنتِ ما ينفعش تعملي ده، أنتِ بنت، أنتِ قايمة بالدور ده دلوقتي عشان ما فيش حد. فأدركت ده، فبقيت أقول لأ، خليكي دلوقتي في الجزء اللي انت فيه قايمه بدور راجل، بس ضروري يكون في راجل. خلاص بقى، ترمي عليه الحتت دي كلها، لان في ناس بتستغل ده على فكره. في رجاله لما بتشوف البت جدعه قوي وراجل وكل حاجه بيعتمد عليها، هي عارفه انها تعمل كل حاجه، فهي بتكاسل عن ادوار كتير قوي وبيسيبها هي اللي تقوم بكله.
ولا عيشك عليك يا بنت وتدلعي وقولي لا ما اعرفش. اكتر بنت بتعرف علاقتها تبقى صح البنت اللي بتقول انا ما بعرفش. لا والله يا ايه ازاي وبتاع. هي دي اللي بتعيش الحياه المثاليه الحياه الجميله. ليه؟ لان هو بيبذل كل جهده عشان يظهر رجولته. لكن البنت بتقول لا انا هتعامل وانا اللي اكلم السباك وانا اللي اكلم الكهربائي وانا اللي مش عارف ايه. بينسى ان هي ده مش دورها. وممكن لو هي مثلا في مره بقى نست وقالت له انت ما جبتش مثلا السباك ولا ليه ما انت بتتعاملي ما انت بتعملي خلاص بقى حق مكتسب. فكل واحد يقوم بدوره. ادعي لي بقى يعني ادعي لي اقوم بدوري وحد يقوم بدوره. بيزعلك الموضوع ده ولا لا؟ اكيد موضوع بشع. اكيد. حته ان انت مضطر. اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي المسؤوليه. انت مضطر تعمل ده. في اوقات كتير انا مش عايزه اعمل ده. مش ضروري ان انا اعمل كده مفيش حد ورايا. انت فاهم يعني مثلا حصلت لي مشكله فانا عايزه اكلم حد يحلها لي. انا اللي لازم اتكلم وانا اللي لازم انزل اقعد مع الرجاله وانا لازم بقى اقعد اتكلم مع الرجاله بقى. انت فاهم بتتعاملي مع الرجاله وتفهمي بقى وتلاقي نفسك لغتك اتغيرت رياكشناتك اتغيرت. ب- بتتخلق لك شخصيه غير شخصيتك ضروري انها تتخلق. فاتعامل مع الناس دي عشان يحلوا لي. طب لو انا بقى قعدت عملت كده مين هيحلها؟ هقع في كارثه. يعني انا ماما قالت لي قبل كده انت ما ينفعيش تقعي. يعني انا ما عنديش رفاهيه الانهيار. ما ينفعش اقع. في ناس بجد بجد ما ينفعش تقع. ما انت لو وقعت في ناس وراك بس مش وراك واقفين في ظهرك او وراك هيقعوا. فانت السند بتاعهم. فان انت تبقى كل ده لود عليك. لا انت ساعات انا باجي عليا وقت بالليل انا عايزه ستوب. انا فين؟ انا مين؟ أنا اوقات بنسى انا بحب ايه. انا ب... انا بحب الرسم انا بحب مش عارف ايه. انا بحب اعمل ده. انا مش مركزه. لا انا واقفه حك كهربائي الصنايعي مش عارفه انا ايه. طب الشغل ده الراجل ده في الشغل مش تمام فانا لازم اظبط الدنيا. كل حاجه بتعملها. ولو حاجه حصلت مشكله لازم انا اللي اتعامل فيها. حتى لو هتجيب راجل لازم راجل هو اللي يتعامل. انت اللي لازم تتعاملي مع الراجل وتكلميه تفهميه الدنيا عشان يقف للراجل. مش هو الراجل من نفسه هيروح يتعامل يعني. فيعني بس انا واثقه. انا واثقه جدا ثقه ويقين بالله. وقفت قدام الكعبه كده ودعيتها ان اكيد اكيد هيجي حد هيعمل لي فس. لازم يتعمل لي فس. لازم حد يكافئني. انا واثقه في نفسي وواثقه في الله ان اكيد بعد كل ده اكيد حد يجي يقول لي اقعدي بقى هنا كده في حتتك بقى كده سيبي الحته دي بقى دي بتاعتي انا. كل واحد يقوم بدوره. اتمنى. بس ما اعتقدش ان انا هثق برضه تصدق. دي برضه حاجه من الحاجات الوحشه اللي اكتسبتها. ان انا بقيت مش واثقه هيعملها صح ولا لا. لان انا اتعودت انا اللي اعمل. فمش عارفه هيعملها زي ما انا عايزه. طب انا لو اعتمدت عليه هيعملها لي بجد ولا بيشتغلني. هبقى يعني اعتقد الشخص ده هيبقى يحتاج مجهود كبير قوي عشان يثبت لي. يروح يعمل عمره بقى ويدعي. بعدين ده ياخد الزغلول لازم يتعب. هو انا مش عايز ادخل في حاجه اتكلمنا فيها الحلقه السنه اللي فاتت بس هو والدك بتشوفي ان عدم وجود الاب هو اللي مخليكي كده مثلا؟ اكيد. مم. اكيد طبعا. لان زي ما قلت لك دي الحياه الطبيعيه. و يعني دي الفطره. ان في اب وفي ام. ده بيقوم بدور وده بيقوم بدور. دور الاب بيأثر في الشخصيه ودور البنت يعني خصوصا مثلا البنت كمان بتبقى محتاجه لابوها اكتر. انا ما اعرفش بصراحه ما اعرفش بتبقى محتاجه له في ايه او ما اعرفش بتبقى ايه الحاجات. بس ممكن بشوف يعني حته ان مثلا لو ابسط الامور خالص حصلت لها مشكله فهي بتتكلم ابوها او بتروح له مثلا انا محتاجه ده بابا حصل معايا كذا. فان هي حتى لو ابوها مش الشخصيه اللي هتقوم بده بس احس ان في حد. ده بقى اللي بقوله لك انت مفيش حد وفي حد. ان في حد مالي. هيفرق. لازم البنت يكون في اب. طبعا هو الفترة دي مبقاش فيه بنشوف مشاكل كتير وحوارات كتير بس الأدوار الغريزة والحياة الطبيعية تفرق طبعا.
ان هو يبقى سندها وابوها واقف جنبها وبتتحمى فيه في اي حاجه من دي، هيأثر في شخصيه البنت جدا، هيأثر في اختياراتها اصلا. اغلب البنات اللي بتقع في مشاكل مع الرجاله او بتقع في حوارات في اختيارها والشخص اللي قدامها، يبقى اكيد عندها مشكله مع ابوها. 90% من المشاكل العلاقات ان بيكون في خلل في علاقتها مع اهلها، ما لقيتش اهتمام، ما لقيتش احتواء، ما لقيتش حد بيسمع، مش فاهمه اصلا ده بيعمل ايه وبيعملش ايه، اتعودت على رتم معين فراحت مفكره ان ده الصح. في ناس زي ما قلت لك بتستغل ده، وبنات ما بتبقاش فاهمه فبتقع في مشكله. وفي بنات بقى تقول لك ايه، ما انا ما عنديش حد يطبطب، انا ما عنديش حد يقف، فاضل راجل ولا ضل حيطه، ما هو احسن مش عارف ايه، فبتقبل. لكن في ناس انا اعرفها باباها موجود كويس جدا ربنا يخليه لها، ومامتها كويسه جدا، بتلاقيها اختيارها في الراجل اللي قدامها، لان هو ابوها عامل لها كل حاجه، فهي بتبقى اخداه اكتر بقى بالقلب، هي بتحبه وشايفاه بيعمل كل حاجه، شافته اقل من باباها لان هو موريها الاساسي والحقيقي ايه، ما بتقبلش. لكن هي لو فاقده ده بقى ما تعرفوش اصلا، فهتقبل باي شيء قدامها، وده كتير يعني. بس اهم حاجه انت بقى يعني لو اتحطيتي في ظروف زي دي ما تبقيش تعيشي دور الضحيه. لو عيشي دور الضحيه هتبقي ضحيه، لان بنات كتير قوي تعيش الدور ده بقى، هي حابه ده، انا شخصيه مكسوره مش عارفه ايه. الكلام ده مش هيخلي الناس تقف جنبك وتسبورت، لا الناس هتدوس عليكي اكتر. تعالي انت مش ضحيه، طب ليه ما تكونيش ضحيه انا كمان؟ لا انت ادركي ان انت مش ضحيه، وادركي انك تستحقي احسن من ده وافضل من ده و... واللي انت اتجبرتي عليه. محدش بيختار اهله، بس انت بتختاري حياتك اللي جايه. انا اتجبرت على الشيء ده وعارفه ان دي ليه عواقب، ما ابنيش بقى حياتي جاب عواقب، ما ابنيش عيالي والعيشه اللي هجيها في كارثه. لازم اعوض نفسي، حتى لو عوضي النفسي ده هو ان انا اعيش من غير حد، بس المهم ان انا ما اوقعش في كارثه. كارثه ان انا اخش الطلاق ده مش سهل، وفتح البيت ده مش سهل، واجيب اولاد واظلمهم ومسؤوليه عليا عشان خاطر بس يتقال لي كلمه حلوه. يعني تدني قوي في الفكر. ده حقيقة فعلا. والميديا هي اللي عملت كده، خلت الكلام الحلو والكلام ده يتصدق ايوه طبيعي، وكده. واحد قاعد بس، واحده ماسكه التليفون لقت واحد جايب لواحده عربيه مرسيدس وجايب لها مش عارف ايه. الستات كلها بقت بتفكر كده، خلي بالك يعني الناس اللي هي بره الميديا دي. وخلي بالك العربيه دي ممكن يبقى مأجرها اصلا. طبعا هو مش هو ساعتها هو ده مأجر. هو مأجرها فعلا. فالناس بقت بتشد الحاجات دي بطريقه صعبه علوا قوي يعني. السقف خالص، فبتبقى شايفه ان دي تمام. وبعدين كونسبت اللي هو ايه بقى، احنا عندنا في مصر الموضوع ده آه خوف من العنوسه. اه عشان ان انا ازاي يتقال عليا ما اتجوزت، صحابي كلهم اتجوزوا، ممكن جوازات صحابه دي كلها حزن مغلي، جوازات سواد، بس انا اسمي ان انا اتجوزت. اصل احنا لما نتعزم كلنا عند بعض لازم يكون معايا راجل، ما اخشش لوحدي. البنات بجد بتركز في التفاصيل دي، بتبقى شايفه ان دي تفصيله مهمه جدا. احنا نقعد في راجل معايا، انا خارجه خطيبي معايا، الحاجات دي تركز فيها. اي بقى قاعده في بيتها ده راجل معاها، لا المهم الفريم من بره شكله حلو، المهم ان انا مش عانس. مين؟ مفيش حاجه في القرآن ولا في كتاب متقال عانس دي، في مطلقة، في أرملة، في عزباء، مفيش عانس دي، لأن ده نصيب وده رزق. نصيب. ده رزق ربنا ما كتبليش الرزق ده خلاص، لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت، مفيش رزق فيه، ففي حرب. فبضطر ان انا باجي على نفسي عشان خاطر اخد الرزق ده، بتحايل فيه عشان اخده. طب ما هيقع في قرابيزك انت في الاخر اللي مفعول عليكي الباب بقى، ببيتك بشبكتك بالمظهره دي، انت اللي بتنامي جنبه، محدش بينام جنبه، محدش هيعيش عيشتك، فانت اللي بتشيلي القرف. ففي ناس بتقبل انها تشيل القرف عشان خاطر المظهر. لا انا عادي جدا اقسم بالله لو ما اتجوزتش خالص، او ما خالص، في اي مشكله؟ رزقي ما جاليش، اكيد ربنا محدش ربنا يعني ربنا مقسم كل حاجه ليها، ناقصني حاجه هنا، ناقصني حاجه هنا، ناقصني حاجه هنا، بس اكيد معوضني في حته تانية. ارضى بقى، انا راضيه، ما انقمش، لان ممكن ما انا ممكن الجوازه ليا دي ما تكونش خير، ممكن الخلفه دي ما تكونش خير. انا عارفه ان في وقتها الكلام ده كليشيه وبيتقال، بيبقى صعب على البنت، وخصوصا البنت بتبقى محتاجه دايما حد معاها وحد، بس بجد بجد لو مش صح ارحم بكتير ان انا ابقى لوحدي. صعوبه الامر ده احسن من صعوبه المشاكل، يعني على الاقل انت عارفه اول واخر اللي انت فيه،
لكن ما تعرفيش اول واخر العلاقه دي هتوديكي فين. فخليكي في الوحش المعروف احسن من الوحش المبهم. طيبه كده. هنلعب لعبه كده طاوله. معلش يا محمد، هفهمها لك تاني دلوقتي، بس انا اشيل ما بعرفش العب طاوله. لا هي مش طاوله، هوريك دلوقتي. انت ما كنتش من التمر ده ليه؟ كفايه تمر كفايه. انت اكلت 3 بس عشان السن. اوبح. مفرش وبتاع حلو المفرش ده. تاخدي معايا كنت مروحه. حلو تصدق ينفعني جنب بصي دي كروت، انا هحط كل كارت في كل خانه هنا، احط في كل خانه 5 كروت. ده اسم البودكاست. حكايه مخفيه. دي طبعا كلها اسئله. فهمت، يعتبر فهمت. ترمي الزهر وتشوف رقم كام بالظبط. لو انا وانت عمرك في حياتك كنت تتخيلي ان انت تبقي على السوشيال ميديا وكده ولا لا؟ اخر حاجه توقعها في حياتي. يعني ما كانش في دماغك خالص الموضوع ان انت لا والله ابدا. يعني كنت شغاله في محل هدوم يعني. انت عارفه اول فيديو شفته لك ايه؟ الفيديو اللي كنت من زمان قوي، كنت مش عارف كان حد باين كان ماشي وراك او حد مش فاكر، كان فيديو قديم قوي، كان اول فيديو شفته لك خالص. كان حد بيزاولني وقفت. هو ده كان اول فيديو ليكي ولا انا؟ لا انت كنت جاي متاخر بجد. بس انت عمرك في حياتك كنت تتوقعي ان انت يبقى مثلا الناس انا عارفاكي اول فيديو والسوشيال اتشهر ميديا؟ ليا كنت بعمل كومباكت باودر بتاعت فلورمار دي، وكنت بعلمهم ازاي يكبروا شفايفهم بالروج. ده لقيته بقى ضرب. انا اصلا كانت عندي 3000 فرد او حاجه، لقيت ده جاب 2 مليون وجاب 3 مليون. انا كنت مخضوضه. بعد لقيت البراند بيكلمني تعالى لنا. عارف اللي هو ايه ده؟ ثواني كل ده ايه ده؟ انا اتشهرت. فلقيت نفسي مره واحده اتشهرت فخلاص. حتى كنت روان اصلا ما كانش فيه الزغلوله دي خالص، هم اللي طلعوا عليا الاسم. يعني لو الزمن رجع بيكي ورا هتخش في السوشيال ميديا برضه ولا لا؟ لا مش هكمل، مش ههرب. صدقني ههرب. هكمل في محل الهدوم. انا راضيه. كنت اول 1800 جنيه كانوا تحفه. بس خلي ده يعني انا بشوف ربنا حطك في الحته دي عشان ممكن اكيد لهدف. انا بتكلم على عواقبها او ضربتها في بالنسبه لللايف ستايل بتاعي او لظروفي او لشخصيتي. انا شخصيه هاديه جدا، ودي الناس بتكتشفها لما بتشوفني في الحقيقه. هاديه جدا وما بحبش الزحمه. بجد حتى الافراح او الكلام ده لما بتعزم ما بروحش. عندي رهاب اجتماعي كده ومش بعرف اتعامل مع ناس كتير. فالميديا مش كده، فهي حاجه عكس شخصيتي. بس ادتني قوه، ادتني حب ناس كتير قوي، ادتني سبورت. يعني هي على فكره حاجه كويسه للناس. بس في نفس الوقت ضريبه. يعني انت مثلا تخيل انت عايز تروح تقعد مع اهلك في حته مثلا وتقعد تهزروا وتضحكوا، مش هتعرف تعمل ده. لو انا مثلا مره كنت مخطوبه ومع خطيبي قاعدين في مكان، جه شاب راح جه قال له عايز اتصور معاه. قال له عايز اتصور مع مين؟ معاه وانا ايه الدنيا. فبيبقى الناس كمان انت مش زي ما قلت لك مش هتربي الناس، مش هتعرف توقف. فبرضه بيبقى في حته من الخصوصيه كده. عايز تتكلم، عايز تضحك بصوت عالي، عايز تلبس حاجه نفسك فيها، عايز تقعد مع اهلك تهزروا وتضحكوا. الناس بقى كلها بتبقى قاعده بس مش عارفه روان عملت ايه، مش عارفه روان عملت ايه. فده طبعا حاجه مقرفه. مفيهاش خصوصيه خالص. زي ما قلت لك انت بتاع الناس، النفس محسوب عليك. هل انت هتستحمل ده كمحمود؟ هتستحمل ده ان انت يبقى مظبوط عليك كل الناس تعرفش حركتك مش محسوبه؟ على قد ما بيديك قدر وقيمه وكل حاجه، بس على قد لازم تحافظ ده على ده. لو مش قده، احنا بنشوف ناس كتير قوي بتتهان وشاهد فضيحه وشاهد مش عارف ايه، مع ان انت ممكن لو بصيت دي مش فضيحه، دي حاجه عاديه. يعني انت ما الناس كلها بتعملها بس عشان انت بس مشهور. دي حقيقه فعلا. خدي ارمي الزهر، ممكن العب معاكي؟ يلا بينا. نفسي انا لو لعبت يا زهر. العب لو معاكي زهر ما لعبش تعرف بعد الحلقه تساليني؟ دي انا لو لعبت معاك تعرف تساليني؟ عيب عليك. استنى بس. 2. هما 2 منين بقى؟ اختاري انت اي خانه انت عايزه. السؤال في اي حاجه. خلينا 2 في اليمين.
يا حسيت ان دي اشاره. حلو ده. اه لو الماضي جه قدامك دلوقتي في صورة شخص، تحضنيه ولا تعاتبيه؟ يعني احضنه بصيغه ان هو وحشني مثلا؟ مم. لا مش هحضنه طبعا. ولا هعاتبه، يعني هديله ظهر خلاص. مم. ماضي، لولا الماضي ما كانش فيه اللي انا فيه دلوقتي، ببقى بحلو وبوحش وما. انت بتفكري في الماضي اصلا كتير ولا لا؟ انت قاعدة مع نفسك كده؟ كل يوم. ما اعتقدش في حاجات كتير قوي في الماضي لو ما كانتش حصلت، ما كنت زماني في حاجات كتير قوي احسن. يعني ما اضمنش، الله اعلم، ربنا اللي بيعمل لنا دايما الاحسن، ربنا احن. بس في حاجات اللي بتبقى ليه، ما لو كانتش ده حصل كنت ممكن ابقى في هنا، ممكن كنتش مريت بده، ما كنتش عملت ده. بس هو بالنسبه لي الماضي خلاص، ما فيش وقت للبكا على الاطلال ولا العتاب. ركز في اللي جاي، عشان لو انا فضلت بص ورايا هتكعبل. خليني بص قدامي احسن. هتلعب انت ولا انا؟ خليك اسألك برضه. لا انت سوري لا. كده هتخم. دي مش بيعملوا كده برضه ولا ايه؟ ايوه بس دي مش ايد برضه. 4. ممكن من هنا. ايه اللي يسبب توتر في حياتك؟ ايه اللي يسبب توتر في حياتي؟ ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ السؤال ده غريب قوي. أو مش حاجة. هو أنا ممكن حياتي أصلا في توتر على طول، يعني أنا عندي توتر على طول. بس اللي يسبب التوتر في حياتي هو الخوف من اللي جاي. أنا عندي مشكلة إن أنا ببقى دايما خايفة من اللي جاي، فدايما ببقى متوترة. حياتي مش ستيبل. قلق على طول، خايفة على أمي، خايفة على شغلي، خايفة إن أنا أرجع للماضي تاني، ما اعرفش ان انا اتحوج لحد اعمل حاجه دي. فدايما ببقى قلقانه، ببقى دايما عايزه احافظ على مكانتي او احافظ على حتتي وعلى اخاف اتوتر لو اي حاجه ما بقتش في مكانها، او ان انا ما بقتش انا دلوقتي. مش عايزه ارجع تاني خالص خالص للماضي. لا لا ما ينفعش. خليني كده. توتري بسهولة انت اصلا ولا لا؟ حبيشه صاحبي. او انا عندي توتر على طول، مش هادي. حتى دي مشكله دايما، حتى ماما تقولي اهدي اهدي، انا ببقى على طول قلقانه، خايفه ايه اللي هيحصل. احط دايما اسوأ الاحتمالات، ما ودي بتبقى بحسها فعلا تراست ايشيز. انا قلقانه من كل حاجه، خايفه لو حاجه ما ظبطتش انا هعمل ايه، لان انا مش متوقعه ليه، لان انا اللي لازم اعمل. فافرض في حاجه حصلت انا مش عارفه اعملها، هعمل ايه؟ هصوت، هقعد اعيط بقى ساعتها. خلاص اتعلمت اعيط. لعبة تاني. بجد مش بيعملوها كده؟ ايوه. ان شاء الله تطلع 6. 5. ماشي مش مهم، خليها 5 من عندك. دي 4 بس. طب خنصر في الكروت على فكرة. دي 4 ما في كارت ناقص. ايه ده؟ يعني ايه؟ مش فاهم. دي 4 وخليها 5 من اي حاجة تانية من دول او دي او دي. خلينا هنا ماشي. تتنيش الكروت كده. اه. ايوه. راح اجيب فين لابويا. ايه الحاجة اللي عايزة الناس تفتكرها ليكي في نهاية حياتك؟ في نهاية ايه؟ حياتك. السؤال ده حاجة يفتكروني بيها ولا إيه؟ ان انا بجد شخصية، ما ينفعش اقول كده، بس بجد ان انا شخصية كويسة. يعني انا مش عايزة الناس تفتكرني غير بالخير. انا شخصية كنت في حالي، عايزة امر مرار الكرام.
اللي هو الله روان الله يرحمه. روان شخصية كانت يعني عارف أنت ما سببتش أزمة أو ما سببتش مشكلة، ما عملتش حاجة. الشخص البسيط اللي بيروح في هدوء وبيجي في هدوء، أنا نفسي كده. بس أنا حتى في الحلقة اللي فاتت قبل كده معاك قايله لك أنا أكتر حاجة باخاف منها الموت، وكنت قايله لك أنا أكتر حاجة خلّيني داخلة الميديا إن أنا نفسي أعمل سيرة حلوة، إن الناس تبقى فاكراني، إن أنا في يوم من الأيام ضحّكتهم، في يوم من الأيام بسطتهم، فيبقى ليّا وجود، ليّا ناس. أنا عِشت طول عمري من غير ناس، فمش مهم لو أنا عِشت طول عمري من غير ناس، بس أمّا أموت ألاقي ناس. المهم أنا أكون حققت هدفي، إن أنا ما ابقاش لوحدي، حتى بقى لو أنا موجودة أو مش موجودة بس حققته. لسه بتخافي من الموت؟ عمري ما هابطّل أخاف. إمم. ما بس هو راحة على فكرة. هو يعني أكيد راحة وأنضف، بس أنا لسه باخاف منه جدًا يعني. ما باقدرش أستحمله، ما باقدرش أستحمل السيرة أو كده. باتعب نفسيًا جدًا منه، أو إن أنا آمم تفاصيله وحتّة أنت الفقد دي بشعة. إن زي ما قُلت لك قبل كده إن الشخص ده مش موجود، أنا ما باقدرش، لإن أنا خصوصًا الناس باتعلّق بيها أوي. يعني لو حد باحبه فأنا باحبه، فما أقدرش أتخيّل حياتي إن هو مثلًا مشى. طبعًا الحياة بتعدّي وبتمُر، بس مش هتبقى بتمُر بنفس حياتك العادية، بتمشي بس ما حدش يعرف إيه اللي جوّه. فلسه لسه باخاف من الموت. مش مثلًا عشان بقى الواحد مثلًا بيعمل ذنوب وكده، لأ، ربنا غفور رحيم، الواحد بيحاول يعدّل من نفسه، بس الفكرة نفسها لأ. تعرفي يا روان إن معظم الناس هي مش بتخاف من الموت إن هم يموتوا، عشان هم كده مش هيحسّوا بحاجة، هم بيخافوا على الناس اللي حواليهم إن هم يموتوا. يعني ممكن في حد، يعني أنتِ مثلًا بتقولي أنا باخاف من الموت، بس أنتِ لو جيتِ فكّرتِ فيها مع نفسِك كده، أنتِ أكتر خوفِك حاجة في الموت اللي هو الفقد، الناس اللي حواليكِ. أصل كده اللي بيموت دوّة كده ما حدش خلاص هو مات، خلاص أنتِ فاهمة هي قصدي؟ فكرة الموت نفسها إن الشخص ده راح، بالضبط. إن ده مش موجود إمم. تاني، ورقته اتقفلت كده. صعب بقى والذكريات. وبعدين أنا بيصعب عليّا أوي، مش شرط مثلًا حد يكون قريب منّي أوي، ممكن جارتي أو حد كنت أعرفه. أنا مثلًا في منطقتي القديمة لو سمعت إن جارتي دي اتوفت بازعل أوي، بجد باتأثّر إن هي ما بقتش موجودة. بس أتخيل وهي واقفة في البلكونة، مع إني أنا فعلًا هي مش في حياتي، بس فكرة إن هي خلاص ورقتها اتشالت دي، أنا بابقى إحساس الفقد ما باحبوش. ممكن عشان أنا عندي مشكلة أصلًا من الفقد، عندي فعلًا تروما من حتّة الفقد إن الشخص ده مش موجود. يعني أنا عندي إن أنا لو حسّيت إن الحاجة دي بقى حتّة من التوتر، أنا متوترة إن الشخص ده هيسيبني، هاسيبه صاحبتي، أسيبه أنا، إمم. أمشي حتى لو ده هيقتلني من جوايا، بس أمشي قبل ما أحس إحساس الفقد إن أنا فقدته. لأ، أبقى ماشية بإرادتي وأقعد أقنع نفسي إن أنتِ اللي مشيتِ عشان ما ينفعش، حتى لو هاكذب على نفسي، ما ينفعش. لكن إن أنا أفضل أكمّل معاه إحساس إن هو ممكن يمشي، لأ، أمشي أنا. مش إمم. قسوة على قد ما هو خوف. فما بالك بقى إن الموت دي وبعدين ما أقدرش. أنا لو مُت في حاجات كتير أوي هتبوظ، بس ربنا بيدبّر الأمور يعني بعدها. نعم. عايزة الزهر المرّة الجاية يلعب معايا محمود، والله لمّا ألعب مع محمود هاسكت. 2. 2، 2 من عندك بقى. كفاية ذاكر، حاساك الأسئلة كلّها أنت منقّيها. حلو ده. إيه الذكرى اللي بترجّعِك لطفولتِك دايمًا؟ يعني إيه؟ ذكرى لمّا بتيجي تحصل معاكِ بترجّعِك لطفولة تاني، تحسّسِك إنِّك طفلة تاني. يعني حاجة بتحصل معايا إمم. بترجّعني لطفولتي، حاجة كويسة يعني. ممكن مثلًا لو ماما ضفّرت لي شعري. مثلًا إمم. لو ماما جات في مرّة كده رايقة وقُلت لها: "ماما ضفّري لي شعري." ضفّرت لي شعري، أفتكر أيام المدرسة كانت بتضفّر لي شعري. فدي ممكن ذكرى. ممكن حاجة بقى وِحشة ما بتفكّرنيش. آآ ريحة الشتا والدنيا أمّا بتغيّم دي بتفكّرني عمري ما نسيت. أي فصل شتا بيمُر عليّا لازم يرجّعني لطفولتي.
اول ما اشوف الدنيا بتغيم افتكر نفسي وانا عيله صغيره وانا واقفه في البلكونه مستنيه ماما تيجي من الشغل عشان انا بخاف الدنيا تضلم وانا قاعده لوحدي. يعني انا بكلمك والمشهد حاضر في دماغي بشقتنا القديمه من وانا واقفه باصه في السماء عماله اقول يا رب الدنيا ما تضلم واقعد ادعي بقى والدنيا بتشتي يا رب الدنيا ما تضلم قبل ما الموت تيجي. فانا الشتاء اصلا مربوط معايا بكرهه والناس كلها متابعاني عارفه بكرهه بسبب كده. انا بكرهه بسبب ان الدنيا تضلم وانا ماما مش موجوده. فدي برضو ذكرى باسم ريحه العدس يا سوادي بقى كده يا ماما اتاخري في الشغل ماما ما تجيش احسن بعد العدس ده. كنت اتفرجت على حته كده من الحلقه بتاعتنا بتاع السنه اللي فاتت، واخر سؤال هساله لك يعني كنت سالته لك السنه اللي فاتت برضه. عايزك توصفي لي روان عصام في كلمه واحده. التتنيح ده كله هيبقى موجود؟ لا عادي يعني. روان عصام بره السوشيال ميديا بقى والكلام ده كله. مش عارف بجد مش عارف. ممكن تديني مثلا تغششني تديني كذا حاجه اقول لك دي او دي. انا صنبر عشان ما اعرفهاش مش عارفه. ممكن وظيفه ممكن يعني ايه؟ يعني حاجه محطوطه تقوم بوظيفتها بس وظيفه مش كشغل بس في كله. انت لازم اعمل ده واعمل ده واعمل ده واعمل ده. ما ركزتش في مره مع نفسي شفت وانا سم بصراحه ما اكتشفتش. انت ما بتقعديش مع نفسك اصلا ولا ما بتحبيش تقعدي مع نفسك كده ولا ما بحبش اقعد مع نفسي كتير عشان دماغي بتتسوح يعني بس بحب اقعد مع نفسي اللي هو اسكت عشان مثلا الدوشه او الناس او كده زي ما قلت لك في الاول. لكن ما بحبش ان انا اركز. لما بركز بتعب. هركز وبعدين انا بقى بقعد ازاي ده حصل وده مش عارف ايه وده ايه. فهركز كتير قوي هتعب قوي. يبقى خلينا كويس اصلا انا ما بعرفش انام. اخد بقى مهدئات ولا حاجه من دي انام افصل. يعني في ناس تقول لك ايه انا بنام كتير قوي ودي حاجه مقلقه ودي حاجه مش فير خالص. النوم ده رحمه انا بشوفها النوم انت بتفصل. المشكله في عدم النوم الارق انك تبقى ما بتعرفش تنام لانك تفضل قاعد مركز مع نفسك. اسحل نفسي بقى سكرول بقى اتفرج على مسلسل مش عارف ايه. لو ركزت مع نفسي يعني لو ما عنديش يقين بالله وايمان بالله بجد هنتحر والله. انهيها ولو لولا امي ويقيني بالله اصل هعمل ايه قاعده ليه عشان خاطر في حاجات بتعمليها والناس بتعمليها وبتاع. ما انا قلت انا بعمل عشان خاطر الناس بس انا مش مبسوطه انا م... مش مرتاحه برضو حاسه دي مش حتتي ودي مش مكانتي وده مش انا اصلا بكره الناس فان انا اتحط في زوم بتاعت الناس في كل حاجه انا بكرهها واجهتها. ابسط الامور يعني انا مثلا زغلوله دي انا طول عمري بكره اسم جدي اسمه زغلول. بكره يا لهوي مش عايزه حد يجيبها لي زغلول دي. شوف الصدفه جمعتني لما كبرت ان انا شهرتي تبقى الاسم اللي انا بكرهه. هو محدش كان يعرف ان اسم العيله جدك كده؟ لا محدش يعرف. انا محد مثلا بطاقتي او اي حاجه حد يشوف ايه ده يقول لي ده اسم جدك زغلول. انا كنت طول عمري مشكلتي وان انا عشان كنت ده شاطره في دراستي فكنت اطلع مثلا الاولى فالاسم يتقال يا لهوي بقى بيقولوا هو مش عارفه ايه زغلول عصام يا متضايقه جدا. محدش يقول لي الزغلول يقعد يقول لي البلح بقى الصغير وبتاع انا عيط محدش يقول لي كده. فكنت مش بحب الاسم ده. اي حاجه كنت بكرهها او بخاف منها من وانا صغيره كبرت واجهتها. بكره الناس وبكره التجمعات ودايما بقعد لوحدي وماما كانت دايما بتتضايق مني وماما اجتماعيه قوي. انزلي وروحي وتحاول تخليني اتعامل مع الناس حتى في عز الثانويه العامه والكلام ده. روحي الدروس لوحدك وتعاملي لوحدك ومش ابقى متضايقه. كبرت اتشهرت بقيت في وسط الناس اللي انا ما بحبهمش وبزغلول يعني ايه الميكس القمر ده. لو معاكم
الخنجرين دول معانا من الحلقة اللي فاتت، خلي بالك كتير كده. ايوه انا فاهم. ان شاء الله بس السيزون الجاي كنت في الكلام ده. ان شاء الله. هجيلك بقى فاهم راكنه رانج روفر بره ان شاء الله باذن الله. معايا بقى ان شاء الله بقى جوزي بقى خلاص، مش هستنى اتخطب والكلام ده. يمكن انا والله يا روان ربنا يعلم غلاوتك عندي، وبجد ده كلام والله انا بقوله، ده بعيد عنك انت خالص، انت مش موجوده. انا ده بجد انا بحب التعامل معاكي عموما، يعني انا بحب، يعني أنا حتى عارفه خباك مش تصويري، عارفه انا كنت كلمتك مثلا تعالي وانت ما وافقتيش، بالنسبه لي الموضوع عادي جدا، بس انا بحب اتعامل معاكي، يعني بعيدا بقى خالص عن السوشيال ميديا. لا انا حاسك، انا ما بحبش احط حته بتاعه الست ب 100 راجل دي، ما بحبهاش خالص، انا ما بقتنعش بيها ولا عمري اقتنع بيها ولا بحبها. بس انت في التعامل معاكي مريح، يعني اللي يعرفك قوي او يعرف يتكلم معاكي، لا انت في التعامل معاكي لا جدعه، مش هقول لك ب 100 راجل عشان ما بحبش الكلمه دي، حتى انا سالتك فيها لما كنا بنتكلم، انا ما بحبهاش، ما بحبش اللقب ده على اي بنت، عشان انا بشوف ان اي بنت مهما كانت كده هي جواها حته صغنطه كده، انا ما بحبش اللقب ال ده 150 سنتي ده بدأين. طبيعي، خلي بالك اي بنت، انا بقول لك انا 100 راجل، انا ما بحبش الكلمه دي، ما بحبش التشبيه ده ابدا ابدا، هو التشبيه مهين مش مهين، بس انا مش والله. بحبه، عشان انا بشوف ان لا انت في بنت بتبقى جواها حته معينه كده، بس هي مش عارفه تظهرها، ظروف عدت بيها، مشاكل اللي عدت بيها فخلتها كده، فانا مش هقول لك 100 راجل، بس انت لا جدعه، اللي اتعامل معاكي عارف ده كويس جدا، عارف ده كويس جدا، فدي كلمه انا كنت عايز اقولها لك الصراحه يعني. والله انت يا احمد انت شخص محترم، ربنا يبارك والله لك. دي صعبة خلي بالك ان انا اقولها بجد، انك تلاقي شخص محترم في الوقت اللي احنا فيه، وفي زي ما انت بتقول السوشيال ميديا والكلام ده كله، انت من الناس المحترمة جدا. وانا فعلا متى كلمتني انا ما ترددتش لحظة. اتعاملت معاك قبل كده ممكن اقول لك لا خلاص احنا اتعاملنا مع بعض قبل كده تمام، بس انت انا احب اتعامل معاك وانت مريح وهادي وبتسمع اكتر ما بتتكلم دي حاجة كويسة. مش وحش، يعني على الاقل زي ما انت بتقول مريح، لا مؤذي ولا حاجه بتضايق حد، انت عادي ازيك الله يسلمك. وانا بحب الناس السلسه، فانت من الناس السلسه. توقع ليك ان شاء الله فين ان شاء الله باذن تبقى الله. هتنساني. عمري والله. هجيبك لا لا انت هطلع عليك لايف هجيبك اهم حاجه الحلقه تكون عجبتك وتبقى جدا خفيفه والله. كده للناس، مم. بس شكرا. والله انا انبسطت اني قعدت معاك، وانا والله والتمر والشاي البارد ده كان تحفه. مش عارف كان في قهوه ورا الكواليس فدي ماشي اللي انت دلقتها برضه. تسلمي يا روان، كل شكرا. سنه وانت طيب. طيب.